السلام عليكم يا شباب، أنا عبد الرحمن أسامة وده Product Strategy and Design الحلقة رقم 13. الحلقة اللي فاتت كان ظاهر فيها اتكلمنا عن موضوع إن الآيباد، وقلنا لو حابين نتكلم في موضوع لو الديزاينر يعني معتمد على الآيباد في شغله، هل هيبقى كفاية ولا لأ؟ ده سؤال بصراحة ناس كتير يعني سألته. ف... فحبيت ان انا النهارده اوريكم. انا حصل لي للاسف حادث اليم والماك بوك بتاعي وقع عليه عصير وباظ وحاليا بيتصلح. ف حاليا مضطر ان انا امارس شغلي كله بالايباد فقط، بالايباد والشاشه الاكسترنال اللي معاه. فهحكي لكم عن التجربه، وهل الايباد يعني هل في حد كده في كامل قواه العقليه ممكن يقرر ان هو يروح ويشتغل على الايباد بس من غير الماك بوك برو او الاي ماك، او يعني اعتمادا على الايباد بس، ولا لا؟ فالحقيقه الحلقه دي بنشكر جهود السيد حمزه من وراء الكاميرا، لان الحلقه دي صعبه جدا في تصويرها، لان احنا طبعا عاده بنحط الترايبود وبنحط الشاشه، وانا بتكلم في المكتب ده ببقى قاعد وورايا المكتب، لكن كل ما هو سكرين شوت او كده بناخده من الشاشه ونحطه في الفيديو. لكن المره دي هو ماسك الكاميرا عشان يصور، علشان اوريكم الان اكشن يعني الشغل ازاي بيبقى على الايباد. فاول حاجه انا عايز اتكلم عن الهاردوير اللي موجود معايا، لان طبعا بيفرق من السبيسيفيكيشنز من جهاز لجهاز. المفروض إن ده احسن حاجه، ده الايباد برو الام 2. و آه، ده طبعا اللي تحت دي اسمها الكيبورد، الماجيك كيبورد فوليو، ولا دي مش الفوليو؟ دي الماجيك كيبورد بس، دي بتتفك كده. طبعا انت لو ما عندكش الماجيك كيبورد دي مش يعني هتضطر تجيب ستاند، لان مش معقول هتسيب الايباد على مش معقول هتسيب الايباد على الارض كده، فهتضطر تجيب اي ستاند او حاجه. دي طبعا يعني سعرها مش رخيص، دي $300 لوحدها. بس فيها كذا ميزه. اول ميزه ان هي فيها كيبورد وتراك باد، وان هي بتمسك الايباد بالطريقه دي، وان هي فيها سلك اضافي هنا بيشحن الايباد غير السلك. يعني لو انت ما عندكش ده هتشحن الايباد من هنا، فمش هيبقى عندك فرصه انك توصل الشاشه. لكن هي هنا فيها اوبشن انك تشحن الايباد، غير ان انت ويسيب لك فري اليو اس بي سي بورت التاني، بحيث توصل بيش. احنا هنا موصلين شاشه ومايك، ولسه عندنا بورت فاضل يو اس بي سي. طبعا اضطرينا نجيب الكونفرتر بتاع ابل اللي هو برضو مش رخيص قوي، اللي بيطلع من يو اس بي سي اللي اتش دي ام اي ويو اس بي عادي ويو اس بي سي. وبكده قدرنا ان احنا نوصل الاكسترنال، الشاشه الاكسترنال. طبعا ده في كيبورد وفي تراك باد، وفي زي دول اوبشنز تانية اللي هي اوبشنز ارخص شويه يعني. ده اسمه الماجيك كيبورد اللي $300. وده كمان فيه الاوبشن ان هو يمسك الايباد بالطريقه دي تقدر تقفله كده. طبعا لو قفلته بيسليب بيميل كده وكده. فطبعا في اوبشنز كتيره يعني. في حاجات ابسط شويه، الماجيك كيبورد فوليو تقريبا في كل حاجه بس الا الميله دي على قد ما انا فهمت. وفي اللي هو السمارت كيبورد فوليو اللي هو كيبورد بس ما فيهوش تراك باد. طبعا انا واحد حساس شويه من البصمات، واعتقد ان ممكن كتير منكم كديزاينرز تبقوا حاسين. انا ما بلمسش الشاشه خالص، والناس كلها بتقول لي ازاي انت ايباد وما بتلمسوش. انا بعتمد على التراك باد تماما، والتراك باد مقاسها صغير، بس انا بالنسبه لي يعني جميله، شغال بيها مش متضايق منها. فده ما يخص السيت اب. الشاشه مش احسن شاشه، انا ما لقيتش شاشه. انا شايفين المكتب بتاعي صغير، فمحتاج شاشه مقاسها صغير. للاسف الشاشات اللي مقاسها صغير اللي موجوده في مصر الكواليتي بتاعتها مش عاليه، دي 1080 بي بس الشاشه دي. فطبعا مضايقاني، يعني انا مبكسله، انا شايف بيكسلز كتير قدامي، بيكسلز كتير جدا، الحياه كلها بيكسل. فطبعا ايه يعني مش احسن شاشه. لو عرفتوا تجيبوا شاشه على الاقل 2K اعتقد او فول اتش دي هتبقى احسن من دي، خصوصا ان الواحد بيقعد قريب منها. طبعا ده المايك ده بس خاص بالتصوير بتاعنا النهارده. فده السيت اب الهاردوير بشكل عام. الاو اس نفسه لطيف الى حد كبير. هنا على الشاشه بتاعه الايباد تقدر تعمل سبليت سكرين، اقدر ان انا افتح مثلا تريلو، واقدر اقول سبليت فيو، واقدر افتح اي حاجه تانية فليكن مثلا ميرو مثلا. واقدر ان انا اتحكم ان ده اصغر او ده اصغر. وده حلو جدا لو انا مثلا فاتح حاجتين جنب بعض بنقل من حاجه لحاجه او كده يعني.
للاسف الاوبشن ده العظيم ده مش موجود على الشاشه الكبيره، ودي حاجه غريبه جدا جدا بالنسبه لي. يعني انا هنا عندي مثلا اهو اجي ادوس كده، عايز بقى سبليت سكرين، لا مفيش بقى سبليت سكرين. طب ايه؟ اد انذر ويندو، تختار ويندو من هنا، فليكن فيجما مثلا، تلاقيهم جيم كده حاجه اسمها ستيج مانجر. انا ما اعرفش ايه لازمته الستيج مانجر ده، بس هو ده يعني يو هاف تو ليف وذ ذات بقى، هو ده اللي انت متاح بالنسبه لك في الشاشه الكبيره. وكمان لقيت بعض الابلكيشنز، بس مش الابلكيشنز بتاعتنا كديزاين، يعني ابلكيشنز تانية ما فيهاش اوبشن ان انت فول سكرين في الشاشه دي. يعني طبعا اي ابلكيشن تقدر تدوس كده، تدوس فول سكرين يجي لك فول سكرين على طول، او ترجع تاني تقول له اد انذر ويندو وتختار الويندو التانية اللي هتحطها جنبه. سواء من انت حتى ممكن تضيف اكتر من واحد، يعني أنا ممكن اضيف 2 3 عادي. ما اعرفش ممكن اضيف 4، لا مجربتش، بس يعني تتحكم في حجم كل واحدة. لو عايز بقى تظبطهم جنب بعض هتقعد تصغر دي وتصغر دي لغاية لما يبقوا ايه، يجوا كلهم جنب بعض عادي، او يبقوا فوق بعض كده كأنهم ويندوز عادي. اعتقد ان انا واحد من الناس بحب اجيب الحاجات جنب بعض بشكل منظم. يعني عمرك بقى ما هتعرف تنظمهم، يعني انت مثلا محتاج تقعد تظبط من تحت ومن فوق، فهتتعب جدا كديزاينر. يعني مفيش الفيو النيت قوي بتاع السبليت فيو اللي زي هنا. وده في الاو اس الجديد، يعني ده التطور اللي اتعمل ليه، انا ما اعرفش ايه سبب الموضوع ده. فده من حيث الاو اس. من حيث بقى الابلكيشنز، طبعا الماوس بتتنقل من هنا لهنا زي ما انتم فاهمين، زي عادي زي الماك والكلام ده. من حيث الابلكيشنز احنا عندنا الفيجما ابلكيشن. طبعا احنا كديزاينرز يمكن اهم حاجه كبرودكت ديزاينرز، يعني اهم حاجه هنفكر فيها هي الفيجما ابلكيشن. بفتحه اهو فول سكرين. الفيجما ابلكيشن ده جميل جدا، ممكن تشوف عليه فايلات كبيره وتقيله وكل حاجه. طبعا انا متهيألي ان انا مابجريد الرامات هنا عن البيز لاين. لا مش مابجريد، دول 8 جيجا رام البيز. العيب اللي في فيجما ابلكيشن ده ان انت ما تقدرش تedit، ده فيو اونلي. تقدر تفيو، تقدر تكومنت. لو دوست دوسه طويله او دوست لو دوست دوسه طويله اقدر اكومنت، اقدر اشوف الكومنتات اللي موجوده قبل كده. لو نزلت كده رحت هنا، ما اقدرش اعمل فولو لحد شغال. يعني لو في حد شغال في نفس الوقت ما اقدرش اعمل له فول، افتح الكومنتات اقدر اشوفها، الكلام ده كله. لكن ما اقدرش ايديت، ما اقدرش ايديت. فده من حيث الابليكيشن. طبعا نفس الحكايه، اقدر اعمل سبليت سكرين والكلام ده كله. اما بقى لو عايز ايديت بعمل ايه؟ فانا بفتح البراوزر وببدا ان انا اعمل فول سكرين من سفاري او اي براوزر، وببدا ان انا ادخل على الفيجما من البراوزر. ساعتها بس بقدر ان انا ايديت. عايز تيديت بقى بكل الايه، بكل الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه فيجما المعتاده. المشكله انا طبعا انا كل شويه يحصل لي ان انا باجي ازوم ان بالتراك باد. زوم ان اوقات يعمل كده، شايفين بيزوم ان البراوزر كله، فارجع تاني زوم اوت وبعدين ادوس ابل بلس عشان ازوم ان من غير ما يزوم ان في البراوزر كله. كل شويه يحصل لي المشكله دي، لان انا متعود على الماك لما كنت بعمل بالتراك باد بزوم ان كده، بيزوم ان عادي زي اللي هنا بيعمل كده. لو دخلت جوه بروتوتايب انا ما بعرفش اخرج منه. ممكن ده عيب مني، لو دوست بروتوتايب كده اجي اخرج ما بعرفش غير ان انا اقفل الابلكيشن كله او البراوزر كله. ما بيرضاش يخرج، بيقول لي دوس بتو فينجرز، دوس طويله بدوس ما بيعملش حاجه، ومفيش زرار اسكيب. ما حدش يسالني ازاي، بس هنا انا ما اعرفش ايه الزرار ده، مفيش زرار اسكيب. فده من حيث فيجما. المشكله الاكبر بقى جدا بالنسبه لفيجما وبالنسبه للموضوع ده كله، بالنسبه لينا كديزاينرز تحديدا، يعني يمكن البرودكت مانجرز اللي شغالين على مثلا اسانا او تريلو او جيرا، الحاجات اللي هي الاداريه اكتر والدوكيومنتيشن والكلام اللطيف ده كله، مش هيلاقوا مشكله قوي، ممكن يتعايشوا. طبعا زوم شغال كويس جدا، وجوجل ميت شغال كويس جدا جدا، مفيهوش اي مشكله، وكاميرا حلوه جدا مع ايباد وكل الكلام ده. ما هي مشكله اكتر في الديزاين يعني. فالمشكله الكبيره بقى بالنسبه للديزاينرز مع الفيجما اللي بيشتغلوا بايدهم وبيعملوا اديتنج بقى على فيجما وكده، ان احيانا كتيره لو فايل تقيل شويه ممكن تلاقي الشاشه فيها كلها رصاصي وفيها علامه في النص هنطلع شكلها، بيقول لك ان يو ران اوت اوف ميموري وريلود بيج او انتر ريكفري مود، حاجه زي كده. المهم ان انت ما بتعرفش تستخدم الفايل، فدي طبعا كارثه. فبتعمل هو بيقول بيديلك زرار ريلود، بتريلود بيعمل ريلود الصفحه، غالبا بيفتح برضو نفس الحكايه، تقفل البراوزر وتفتحه وتقفل الايباد وتفتحه لغايه لما يشتغل معاك، خصوصا لو فايل تقيل. فدي
يمكن اكبر مشكله ممكن تعوق الديزاينر ان هو يشتغل على ايباد بس، او على الاقل لازم تتاكد ان انت تابجريد الايباد بتاعك من 8 جيجا على الاقل 16 جيجا. وستيل لو فايل تقيل جدا اكيد برضو، انا ما جربتش بس اكيد برضو لو فايل تقيل ممكن يحصل نفس المشكله اللي هي هتحجبك عن ان انت تعرف تستخدم الايباد. ممكن لو حد بقى زي انا مثلا اكتر بسوبرفايز، يعني زي الثانيين بعمل كومنتس، يعني مش اللي هو بشتغل بايدي كتير، ممكن يبقى اوكي بالنسبه لي. هو ده اللي انا بعمله دلوقتي، يعني انا مش بايدت بنفسي كتير، معايا فريق ديزاينرز هم اللي شغالين اكتر وكده. في الحاله دي ممكن ينفعك الموضوع ده، في حاله ان انت بتسوبرفايز اكتر، في حاله ان انت برودكت مانجر او برودكت اونر مش بتديزاين بايدك. في الحالات دي اتس اوكي. في حاله ان انت ديزاينر هاندز اون بالديزاين بايدك، اعتقد هيبقى صعب جدا. فده من حيث فيجما. طبعا احنا عندنا هنا لو احنا خدنا احنا كده اتكلمنا عن فيجما از اللي هو الابلكيشن اللي قلنا ان هو فيو اونلي، عشان بس الناس ما تتلخبطش. في فيجما ابلكيشن اللي هو له هنا ايكون كده، وفي فيجما اللي هو على البراوزر. اللي على البراوزر هو اللي بعرف ايديت منه، الابلكيشن فيو اونلي ما بعرفش ايديت منه. انا بستخدمه كعبد الرحمن علشان انا بكومنت بس على الحاجات للديزاينرز اللي معايا، لكن كحد عايز يديزاين لازم يفتح السفاري. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا ميرو مثلا كديزاينر بيستخدمه. ميرو شغال كويس، مفيش فيه مشكله، ما واجهتش معاه اي مشاكل. كل الحاجات اللي فيه، كل الفيتشرز اللي فيه شغاله بشكل جيد جدا، مفيش فيه اي مشكله. لو انت بتستعمل ميرو كتير مش هتلاقي فيه مشاكل. يعني انا مثلا انا عايز اجرب ان انا احط اي شيب اي حاجه. تقريبا دي بورد. انا فتحت بورد فيو اونلي، كاتب لي فوق ابجريد ناو. دي عشان بورد فيو اونلي فانا مش عارف، لكن انا جربته قبل كده هو شغال. يعني طبعا لازم تبقى بورد انت ليك اكسس انك تedit فيها، هتعرف تedit زي ما انت عايز عادي جدا. برضو بعمل زوم اوت، يعني انا اوتوماتيكلي كده جيت اعمل زوم اوت بايدي كده ما فيش فايده. لازم اللي هو كوماند ماينس، ولا كوماند ماينس اشتغل. هعمل ايه دلوقتي؟ انا لو على التراك باد هعمل كده اهو، على اشتغل اهو. حاجات في هنا بلس وماينس، حاجات زي كده بقى. يعني اللي متعود على الشغل على الماك بوك يعني، او على الجهاز عموما، هيلاقي المشاكل اللي زي كده. لكن اللي هو اوريدي بدأ يعني من الايباد على طول، وده اعتقد يعني ايه حياته هتبقى صعبة شوية. فاظن ان انا كده غطيت موضوع الحياة مع الايباد، اللي هو الاعتماد بالكامل على الايباد. يعني ممكن طبعا يبقى عندك ايباد جنب الماك بوك برو، مفيش مشكلة، ولو اني شايفه ملوش اي لازمة بصراحة. يعني انا عندي ماك بوك برو، هجيب ايباد جنب الماك بوك برو ليه؟ ما انا هعتمد على الماك بوك برو في كل حاجه. الماك بوك برو اوريدي مش تقيل قوي، مش يعني مش كبير قوي، ممكن اشيله معايا اللي هو مثلا 14 بوصه او كده، ممكن اشيله في شنطه معايا. شاشته احسن غالبا. ده طبعا الايباد الاصغر ال 11 انش صح؟ 11 في الاكبر منه شويه 13 انش شاشته احسن بكتير. اعتقد ان هي ميني ال اي دي، ميني ال اي دي كبيره. ده لا، اللي هو يعني مفيش ريشيو عاليه ما بين الابيض والاسود، مفيش، مش يعني مش اللي هو مش الاوليد او مش القريب من الاوليد. فبرضه ده عيب في الشاشه دي، على عكس الماك بوك برو اللي كان معايا، لا كان فيه الميني ال اي دي، فكان ده شاشه احسن بكتير. كديزاينر بيحس ان الشاشه احسن بكتير. فلو انا معايا ماك بوك برو مفيش اي فايده ان انا مش شايف اي فايده ان الواحد يجيب الايباد، الا بقى لو انا مثلا بتحرك كتير، ببقى عايز مثلا ابريزنت حاجه اون ذا جو. يعني متهيألي برضو مش شايف له يعني ميزه بصراحه. فلو انت عندك ماك بوك برو ما تجيبش ايباد، يعني مش هتحتاج الايباد في حاجه. ولو انت ديزاينر بتديزاين بايدك برضو ما تجيبش الايباد، مش هتعرف تديزاين عليه. الحل الوحيد ان لو انت بقى زي ما قلنا انا برودكت مانجر مثلا، ما فيش حاجات كتير يعني تقول بقى كديزاين وككده. ما اعرفش الكودرز، اظن ان هو الكودرز ممكن يمشي معاهم. ما عنديش فكره بصراحه. لا الكودرز ممكن الحاجات بتاعتهم هيفي شويه كعرامات وكده صح. اشتغل على الكلاود على البراوزر برضه، بس الابلكيشن ابلكيشنز تقيله. فلو انت كودر برضو مش هتعرف تشتغل على الايباد. يعني هو للناس العلاقه بقى، المديرين اللي قاعدين بيبصوا على داشبوردز وحاجات حلوه زي كده. معرفش انا صوتي قريب من البتاع ولا لا، بس هو عموما يعني الفيديو ده بالذات اسلوب تصويره وظروف تصويره مختلفه وصعبه عن بقيه الفيديوهات. فتسامحونا بقى لو لو في حاجه مش واضحه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.